يدرسك بقى، انت زملكاوي بتطلع تطخ في الاهلي بس عشان تتشهر، ولا زملكاوي بتتكلم بموضوعيه؟ ده الفرق ما بين الاثنين. اسلام علوي الفتره الاخيره بيذكر ايجابيات الاهلي كتير اه. قوي. مم. تغيير من اللي بيحصل في الاهلي، ولا انت عايز تكسب جمهور الاهلي يبقى معاك اكبر جمهورين في مصر، الاهلي والزمالك بصراحه؟ ممكن. جمهور الاهلي كده كده بيحضر في الطرفين، وده على فكره حاجه للعلم. يعني انت لسه قايلك من شويه خالف تعرف، ده اصلا لمصلحه ليا افضل ضد النادي الاهلي. لا بس انت اديلك فتره بتتكلم في ايجابيات ايوه، ما انا عشان كده بقول لك مش محتاج ان انا اختلف علشان يجوا. طيب. انا كده كده لو انا اختلفت بالعكس، يعني أنا لو ضد النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي هيتابعني اكتر، بس هيخش يغلط فيا. سحب فمش البوستات محتاجه. شويه من تحت رجليك من جمهور الزمالك لما اتكلمت عن ايجابيات الاهلي، ولا ما اثرش؟ حاسس انه ما اثرش؟ لا، اثر طبعا، اثر في بعض من جمهور الزمالك بيزعل، ولكن المقياس هنا هو اللي انا بقوله ده كلام موضوعي وكلام حقيقي واقع، ولا انا بطبل باللغه السائده يعني انا بقول لحضرتك دلوقتي ان الاهرامات من عجائب الدنيا السبعه. تمام. هل دي معلومه ولا تطبيله؟ بقول ان الفراعنه لا، عملوا. معلومه اكيده طبعا. دي معلومه. لما اجي اقول ان الاهلي بطل مثلا خد ال11، دي معلومه ولا مش معلومه؟ لما اقول انفانتينو بعت خطاب شكر للنادي الاهلي بيقول ان هو افضل نادي في هسألك القاره. سؤال تاني، مين المحللين الرياضيين بيعمل في الاهلي نفس الكلام اللي انت بتعمله مع الزمالك؟ ما عشان وضع الزمالك لا يسمح بالتمجيد. اللي هيمجد دلوقتي او في الفتره الماضيه ديت يكون انسان بيضل نفسه. طيب حاليا مجلس اداره الزمالك شايف انه بيمشي بخطوات ثابته؟ بقى عامل طبعا مجهود كبير. حد من المحللين الرياضيين الاهلاويين اللي بينتموا للاهلي طبعا صناع في. المحتوى بيتكلموا على ده في الزمالك؟ عتاوله. الاستاذ الكبير برضه، لما بقول الاستاذ الكبير الناس من بعض من الجماهير يعني بتزعل. الاستاذ عادل القيعي، طب ده مش مهندس صفقات في النادي الاهلي ورئيس شركه الكره بتاع النادي الاهلي؟ صح كده؟ صح. وعشان بس طلع اشاد باسلام علو بقى بالنسبه لهم دي برضه حاجه غريبه. الاستاذ عادل القيعي هل محتاج ان هو يمجد في نادي الزمالك او يشكر لا مجلس طبعا ادارته؟ لا. طب طلع من حوالي تقريبا شهر، طلع اشاد بنادي قبل الزمالك الزياره. بصفقاته. قبل الزياره. طلع اشاد بصفقات نادي الزمالك، وكان في حلقه مع الكابتن احمد حسن، واتسال قال له الوضع بتاع نادي الزمالك ومجلس الاداره رايك فيه ايه؟ قال له في طفره كبيره وصفقات قويه والناس عامله مجهود كبير ويشكروا عليه وعملوا من الفسيخ شربات. طب ده الاستاذ عادل القيعي. طب هل هو كده بيطبل عايز ود الزمالك؟ بقول حقيقي موجود. برضه ده واقع، زي ما جيت قلت لك الحقيقه حاجه والتطبيل حاجه يعني ثانيه. معنى كلامك انت بتحاول تلتزم المهنيه في الشغل في شغلك. لو شايف ان الاهلي يستحق التمجيد فبمجد بغض النظر هيزعل جمهور الزمالك او لا، صح؟ وبغض النظر هيزعل جمهور الاهلي برضه ولا لا. انا طلعت انتقدت حسين الشحات في تصرفه مع محمد الشيبي في بدايه الازمه خالص. ما لو هيزعل جمهور الاهلي، انا كده كده بتكلم على حسين الشحات، فانا معروف اني زملكاوي، فده مش هيزعل الاهلي، مش هتفرق، انت كده كده منتمي للزمالك. انا انا بقى بتكلم على العكس بقى. بالظبط كده. انا بس بتكلم على اللي بيقول لك اصل هو ما يقدرش ينتقد جماهير النادي الاهلي لانها الاكتر عنده او اكتر متابعه. تمام. لا بالعكس، محمد رفعت اللاعب الناشئ في النادي الاهلي لما عمل حركه مش كويسه في 100 عقبه او في ملعب نادي الزمالك، ملعب حلمي زموره، لما نادي الزمالك خسر، انا طلعت انتقدت التصرف بطريقه حتى كمان شديده جدا، وبرده ما اتكسفتش ولا جيت قلت لا ده اهلاويه يزعلوا. بالعكس، الناس طلعت واشادت. بنزل صورتي بتيشيرت الزمالك ما قبل كاس مصر في السعوديه، وجيت قلت اتمنى التوفيق لنادي الزمالك، النادي اللي بنتمي له، بتيشيرت نادي الزمالك، وجمهور النادي الاهلي قال لي حقك، ونتمنى التوفيق للنادي الاهلي احنا كمان، وان شاء الله ماتش يطلع حلو، فمفيش مشكله يعني. وجهه نظرك شايف ان مجلس اداره الزمالك الحالي بيمشي بخطوات منتظمه وبدا يجني ثمار الخطوات دي؟ طبعا بصراحه الناس عملت مجهود تشكر عليه. انا كنت متشائم. هاجمتهم في الاول يا كابتن اسلام؟ كنت خايف منهم. انت خايف منهم؟ طبعا كنت خايف منهم لان الحمل تقيل. ليه برضو انت في المجال ما صبرتش؟ لان في جماهير كتير كانت بتهاجم في الاول، ليه ما صبرتش لحد ما نشوف جني الثمار؟ الناس لما كانت داخله كانت عامله وعود كتير جدا. الوقت لما فضل يعدي شفنا بقى ان الموضوع بدا يتاخر. يعني لو حضرتك فاكر موضوع فك القيد دوت عدى 10 يناير 5 يناير و10 يناير و15 يناير، ما كانش في اي حاجه خالص والقيد ما فكش. كان عدم السيوله الماليه عشان عدم السيوله، بس هم قالوا ان احنا هنقدر ان احنا نفك القيد بسهوله بمجرد ما احنا ننجح. فالحته ديت عملت لنا شويه ارتباك ان الناس دي بتوعد ومش هتوفي ولا لا. بس لما لقينا ان هم وافوا بالوعد وفكوا القيد وحلوا مشاكل نادي الزمالك وبقى كمان جابوا صفقات كتير، لازم الناس دي نشكرها طبعا. الفرق ما بين المجلس الحالي والمجلس السابق لنادي الزمالك من وجهه نظرك؟ يعني عدم الدخول في صراعات مع الجماهير. يعني عدم دخول المجلس السابق بس كان النقطه اللي انا كان في صراعات كتير. جمهور الزمالك لم يسلم في بعض الاختلافات في وجهه النظر، ده جمهور ناديك. اتقال برضو الناس اللي في المدرجات دي ايجابي برضو ان انت جايب متحدث اعلام بيتكلم. الاول كان مجلس كتير ناس بتتكلم او رئيس النادي بيتكلم، دلوقتي بقى دلوقتي منحصر على فبقى في منصب متحدث اعلامي للنادي بس الزمالك. في بعض اعضاء مجلس الاداره بيطلعوا في القنوات وبيحللوا. ما عشان كده بقول لك ان الصوره مش يعني هي مش كلها وردي. في برضو بعض الاخطاء الناس برضو لازم تشتغل عليها، واحنا مش طالعين برضو لنمجد لحد لمصلحه حاجه، لا في بعض الاخطاء، ولكن لكن في تحسن، في افضل في من اللي خطوات فات. كويس. طبعا افضل. ايه الفرق ما بين بقى مجلس اداره الزمالك والاهلي؟ او هقول لك بصيغه ثانيه، ينقص ايه مجلس الاداره عشان يبدا يبقى فيه بطولات زي ما بيحصل في الاهلي؟ يعني يكون في مصارحه
لازم يكون في مصارحه مع الناس، والقاعده الجماهيريه لنادي الزمالك لازم ترجع تكبر تاني. في حصل انخفاض في الجماهيريه لنادي الزمالك، بتتكلم في 22 سنه حالته مش احسن حاجه. الجيل الجديد اللي طلع كله بينتمي للنادي الاهلي او اغلبه بنسبه 95% بسبب نجاح النادي الاهلي. زملكاويه كتير جدا بطلت تشجع، في الفئه كتير جدا بقت متعصبه وعايشه في نظريه المؤامره، والكلام ده يمكن بدايه بس ده واقع يعني. ده واقع. فاحنا نتمنى ان مجلس الاداره يشتغل على تصحيح المفاهيم، ده رقم واحد. زمان كده وحضرتك برضو اكيد سيد اللي عارفين، كنا بنتعايش مع الرياضه انها رياضه اخلاق. طبعا. جمهور الاهلي والزمالك كانوا يخشوا مع بعض، كل واحد ماسك العلم، كان في روح رياضيه واجواء كبيره. كابتن محمود تعرف الخطيب فترات كتير طبعا. بالظبط، كابتن محمود الخطيب لبس تيشيرت نادي الزمالك، وكابتن حسن شحاته لبس تيشيرت النادي الاهلي، ومحدش من الجماهير اتهمهم بحاجه، وكانت الاجواء جميله. احنا بقى لنا فتره مش قصيره في احتقان، في سباب، في اي واحد لما تطلع تشيد بالنادي الاهلي كانك بتشيد بحنانيا مثلا، حاجه غريبه كده. فده نادي مصري وده اسم كبير وبيحقق القاب، ونادي الزمالك نادي كبير، فلازم نتقبل الراي الاخر. طبعا. كابتن اسلام بحييك طبعا على وجهه نظرك. ربنا يخليك. خلصنا كده الفقره الاولى وجهه نظرك، وهنروح الفقره الثانيه اسرار وخفايا. تمام. عنده اي سؤال، استفسار، نقد، اهو عامل له مكان يقف عليه. البتاع اللي عامله زي النحش دي. قرب لنا يا ابني البتاع اللي هاتها لنا كده شويه دي. هاتها لنا شويه كده. دي اعملها ورا كده. شويه كده شويه عشان ياخد راحته بس. تاني اي صفحه او حد عنده قناه قطر بعد النهارده هيقل ادبه، هتبقى صوت على دماغه ودماغ اللي جنبه، يبقى انت بتقبل. انا مديك فرصه. اللي عايز يجي جنب هنا يشوف، عشان ايه؟ لان في عيال اصلا اي حد عايز يشوف يجي يشوف. لا انت لا، انت لا. هيقول لك ده من طبلاتيه بتوع مرتضى. لا انا عايز حد من العيال التافهه اللي هي مش هجيبها حاجه، اللي هي بتشكك في كل حاجه، يجي كده ما حدش يطلع يا ريس. حد معارض يتفضل يعمل معارض بس مش تافه. اتفضل يا اسلام. طب اللي مش تافه، ما انت بتقلب. لا انت بتقلب. لا انت بتقلب. لا انت بتقلب. انا حافظك. اوعى تفتكرني انا مش متابعكم. كل اقعد يا حاج، اقعد يا حاج. وانت عايز تخش على البتاع وخلاص. ما هنعرف لو انت مختلف في ايه. ما هنعرف لو انت مختلف في ايه. لا تعالى قول للناس ما تصورش. اشمعنى انت اللي تصور؟ برضه عايز يعمل شغل. يا ابني سيبك من التليفون دلوقتي. انت عايز تعمل شغل الصفحه بتاعتك، يبقى عملت سبب. سيب تليفونك هنا. ده يوم كام؟ 22 كابتن اسلام، اسرار وخفايا اللقاء ده ايه اللي حصل فيه؟ خلف الكواليس بقى اللي احنا ما نعرفوش بقى. كان الفترة ديت كان في خلافات كتير جدا. الناس حوالين مجلس الإدارة كان بتختلف معاه، وأنا واحد من كنت اللي بختلف مع الموضوعات اللي بتيجي. كان الفترة ديت كانت فترة صعبة جدا في نادي الزمالك، كنا بنطلع أسباب الخسائر. وده كان اجتماعي؟ ده كان اجتماع ولا مؤتمر؟ لا كان زي اجتماع، يعني ممكن تسميه مؤتمر او بتاع، مش تفرق يعني. جاب صحفيين واعضاء جمعيه عموميه. يعني هو كان زي مصارحه كده، وبيحاول ان هو يجيب الفئه المختلفه معاه، وانت معترض معايا تعالى ناقشني. الفتره كانت صعبه، كنا بنسمع اسباب خسائر نادي الزمالك 2 مرضى من السودان، وان كان في عفاريت وعفركوش. كانت ايام صعبه. فانا طبعا كنت بطلع انتقد الكلام دوت اللي هو احنا بنقول ايه، وناس كانت مصدقه. وكابتن سيد عبد الحفيظ بينزل تحت الارض وبيكلم اشباح خفيه. فالايام كانت صعبه والفتره كانت صعبه. فانا كان تقدم لي دعوه، ولو انت راجل وعندك الشجاعه تعالى اقف قدامه. كنت انت بتنتقد بقى الفتره دي في كل حاجه بتحصل جدا يعني. وده يبان ان انت زملكاوي اصيل بقى. يعني انا كنت منتقد وما كنتش بغلط على فكره. انا طول عمري نقد بناء. يعني لما اجي اطلع اجي اقول ازاي ده كذا، ومن حريتك على الفرقه وزعلان على اللي بيحصل في النادي. بالظبط. واحنا كنا فتره صعبه جدا، عمال بنخسر، ما فيش في افريقيا خالص، وحال الفريق صعب، واللعيبه كلها بتمشي، وامام عاشور مشي، والدنيا كانت سيئه جدا يعني، ما فيش فلوس
فالايام كانت صعبه معشور كان قبليه بن شرقي بقى وفرجال كله وصح اللي فترة هي صعبة. تصفيه الفرقه دي. بالظبط. تمام. وشكل كمان القناه بتاعت النادي، فكنا عمال بنتكلم يا جماعه الدنيا صعبه جدا، والسباب كان كتير قوي، يعني الصوت كان وحش، الفتره كانت فيها اخطاء كتير. فتعمل مؤتمر بقى، تعمل مؤتمر خلف بقى الكواليس بقى طلعتك